ترتقي هذه المباراة لمستوى التطلعات. كل شيء رائع الحقيقة. نتمنى لكم تجربة ممتعة مع هذه المباراة والاستمتاع بكل دقيقة فيها. من الطبيعي جدا أن تكون هناك طموحات وأمال منصبة على لاعب معين ضمن صفوف الفريق، هو اللي يكون منتظر منه الكثير في مثل هذه المباريات. سجل هدفين في المباراة الماضية، تمكن من تقديم مباراة كبيرة، واليوم سيسعى لتكرار ما قدم في تلك المواجهة. عرضية داخل البوكس، لكن تتواجد حارسة المرمى في المكان المناسب وتنجح في الإمساك بالكرة. هذه كرة الأفضلية. الحارس يبعد الكرة. أوه، على إثارة هذه المباراة، هي من بدايتها إثارة وفرص وتألق لحارس المرمى. واضح أنه سيكون هناك اختبار جديد لحراسة المرمى هنا، والتدخل القوي الحاسم هنا. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. أوه، الهدف الأول لمصلحة الضيوف، يفتتحون التسجيل أمام الغريم. أي أجواء بمنعطف آخر في هذا اللقاء. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. أندريا سيفيتش، تصويب على المرمى، والحارس يرتمي بكل أناقة بكل هدوء، يتصدى لهذه الكرة. هذه لعباتها عودنا عليها. ضغط يأتي بنتيجة وكرة إلى خارج الملعب. تدخل ممتاز، الخطورة تنتهي الآن. الخطورة واردة. بيجرب بيشوت، تصويبة لكن الخطورة تنتهي عند الحارس. ضربة ركنية قد تعطيهم فرصة للتعادل الآن. رأسية تلعب لكن بعيدة عن المرمى، كانت صعبة، حب انه يلعب له كرة، لكن شوف الضغط اللي كان موجود عليه من الدفاع. تحول هنا في الاستحواذ. المستضيف يستحوذ على الكرة ويسيطر في آخر ربع ساعة، لابد من استغلال هذه السيطرة للعودة وتسجيل هدف التعادل حتى ما يندم الفريق على هذه الفرص الضائعة. التركيز مطلوب أمام المرمى لهز الشباك. كرة زاوية إلى العمق، تشتيت لكنه لا ينهي الخطر. تكتب نهاية للخطورة في هذه اللقطة. المساحة موجودة، يبقى الاستغلال. هذه كرة هدف الآن. الكرة في المرمى، هدف لتأكيد التفوق وزيادة الفارق إلى هدفين. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. عرضية ممتازة تصل إلى 18. تبعد الكرة من مناطق الخطر. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. الكرة في المرمى، تقدم الآن بفارق 3 أهداف
وأداء هجومي في منتهى القوة. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة. بالتأكيد هنا الموقف أصبح أسهل عندما أصبح الموقف 1 ضد 1. شوف الأفضلية دائما للتسجيل في مثل هذه الكرات، إنهاء بدون مشاكل والكرة تسكن الشباك. فرحة القلب تجعل الوجه سعيدا كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب اللي تنعكس أيضا مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة. الكرة بتعدي، يواجه فيها المرمى. يا رب، أي هدف هذا وأي كرة! الكلمات المناسبة تهرب مني الآن. الله على مزاجك يا لعيب، هدف يسجل في هذه اللحظات. فابريسيو بوستوس بيعدي بالكرة بيروح فيها. كرة بترسل بالعرض. فشل الفريق في تحضير اللعب. مع الصافرة نخرج نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. اوهو، تدخل خاطئ قد يخرج الحكم الكرت الاصفر الان. يتعرض لضغط كبير. مخالفة يعلنها حكم المباراة بانتظار القرار الإداري. الحكم يرفع الكرت الأصفر بعد هذا التدخل. الله على التدخل لاستعادة الكرة. ازدحام في وسط الملعب ولعب عشوائي بدون أي عنوان. ينطلق يتقدم في هذه اللحظات، لكن لا تكتمل هذه المحاولة وتنتهي الخطورة. هذه هي فرصة هدف. أندريا سيفيتش يتدخل هنا ويقطع الكرة. يجب استغلال الفرصة والانطلاق في هجوم مرتد. تتحول الآن إلى داخل الملعب، لكن تنتهي خطورة الهجمة خلاص. أندريا سيفيتش، فرصة والكرة في وضعية الهجوم. الحارس تمكن من إبعاد هذه الكرة بسهولة. استخلاص للكرة، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. الآن تأتي المساندة، بيسدد الآن
ممتاز التصدي من حارس المرمى. نجاح في تجاوز الخصم، لكن المساندة الدفاعية حاضرة في قطع هذه الكرة وإنهاء الخطورة. خطأ في مكان خطير يستحق بطاقة في رأيي. نلعب الآن في الدقائق السبعة الأخيرة بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. انطلاقة ممتازة على طرف الملعب والمساحة موجودة. تسديدة خطيرة، مستحيل هذا الهدف. الفارق كبير هنا، حسمت النتيجة. الفوز يأتي مشاهدينا قبل صفرة النهاية. وهذه هي صافرة نهاية المباراة، تعلن عن فوز و3 نقاط للفريق الزائر. أداء كبير.